محاولتنا نسمع ونشوف ونتعرف ونخليكوا تعيشوا ده معانا عشان نفهم نفسنا وغيرنا من الناس اللي بيعكسوا هويتنا من خلال اللي بيعملوه، عشان نقدر نمد خيط واحد ما بين اللي فات واللي جاي. في ليها حكاية اخترنا نبص للهوية من خلال الناس اللي بتشكلها، في الإيد اللي بتشتغل وبتتعب بحب وسعادة، في العين اللي بتلمع مستنية نتيجة تعبها، في الضحكة اللي بتطمن مهما كان طول وصعوبة الرحلة. من هنا بدأنا المشوار. حكينا مع مينا النساج، الخيط اللي في ايده بيتحول لفن دقيق من آلاف السنين، مع ستات منسوجة في سفلاء، ستات الصعيد. احنا ستات الصعيد الغرز عندهم تعبير ومفتاح للحياة. دخلنا جمعية الصعيد، باب بيتفتح للتعليم والتمكين والكرامة بس من خلال الفن وسرد حكايتهم بالإبرة والخيط. ومع جوزي لما الحكاية تبقى مش مجرد قطعة ملابس، تبقى شخصيتنا اللي بتعبر عننا من غير ولا كلمة، ويبقى فيها أثر للناس والألوان والأماكن. طول الموسم فهمنا إن التراث مش زمان وبس، تراثنا دلوقتي. ده ختام الموسم الأول والمشوار مكمل معاك.